شايفين الكلب او الكلب اللي قدامكم اللطيف ده سواء ذكر او انثى، في شويه شباب مش محترمين مجرمين اعتدوا على هذا الكلب، يعني اتجوزوه. وطبعا ما ينفعش اوضح اكتر من كده، ومعروف انا اقصد ايه طبعا، وانتم فاهميني كويس جدا. الناس دي، او مش عاوز اسميهم ناس ولا اسميهم رجاله ولا شباب، مش عارف اسميهم ايه، اسميهم حيوانات مثلا. الحيوان افضل منهم. يعني هم غلبوا فعل قوم لوط. فعل قوم لوط كانوا هم بيعملوا ايه؟ كانت الرجاله بتتجوز رجاله بشر، لكن ده بيتجوز حيوان. العقل نفسه السوي يأبى هذه الفعله. الفطره بتاعتهم اصلا خربان. يعني ربنا فطرنا على فطره جميله، فطره الله التي فطر الناس عليها. حتى لو انت ما كنتش مسلم او ما كنتش متدين، حتى لو كنت انت ملحد، ان ما ينفعش نعمل كده. ما ينفعش واحد مثلا يقلع ملط في الشارع ويمشي. الفطره السليمه بتقول لك ان انت لازم تستخبى لما تيجي تغير هدومك، حتى لو انت ما كنتش ملتزم. بس هو في حاجه اسمها الحياء. ده عارف القطه الصغيره لو انت ماشي في الطريق بتشوفها لما بتيجي تحفر في الارض علشان تعمل حمام، تقعد تعمل كده صح؟ فاهم؟ بتشم بعد كده تقوم ايه ردمه بعد ما تخلص. ربنا فطرها على كده، هي فطرتها ربنا خلقها كده. بتحب النظافه، بتحب الطهاره، ما بتحبش ان حد يشم منها ريحه مش كويسه، بتحب تستر نفسها. فدي حيوان على فكره، مش بني ادم. ما بالك بقى البني ادم؟ فدول ناس مش محترمين، ناس شويه مجرمين. ياخد النبي عليه الصلاه والسلام علمنا لما بنيجي نذبح، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. يعني ما تقعدش بقى ايه تحمي السكينه كده قدام الحيوان، لا ما ينفعش. انت كده بتعذبه مرتين، وانما من وراه كده مش واخد باله، وتكون محميها كويس عشان مره واحده الخروف او العجل او الجاموسه اعزكم الله تندبح مره واحده، ما بقاش فيها مشقه عليها ولا عذاب مرتين. يكفيك ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان في واحده ست بغيه. عارف يعني بغيه؟ يعني بتتاجر بجسمها. يعني مش مثلا هي زنت مره واحده، لا، ده هي اصلا شغاله في كده وبتاخد بتتقاضى فلوس على كده. امراه بغي دخلت الجنه في كلب سقته. كانت ماشيه لوحدها في الصحراء ما حدش معاها، فلقت في كلب عمال عاوز يشرب، ما حدش معاه، هينزل البير ازاي يجيب ميه؟ فجابت الخف بتاعها مليته من الميه وطلعته وشربته. ان هذه المراه بعمل بسيط رحمت حيوان، وكانت سبب في ان هي سدت العطش بتاعه، فربنا ارحمها ودخلها الجنه. وعلى النقيض تماما واحده تانية دخلت النار في قطه، حبستها في البيت، ما سابتهاش تاكل من الشارع، لا هي تركتها تاكل من خشاش الارض ولا هي اطعمتها في البيت، لكن حبستها كده وجوعتها. ماتت القطه. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الكلب اللي انت شايفه قدامك في الشارع والقطه والحيوانات دي كلها بتحس زي ما انت بتحس، وبتتوجع زي ما انت بتتوجع. قال الله عز وجل: وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم، زيكم بالظبط، بيتألموا ويتوجعوا ويفرحوا وبيحزنوا لما أنت تدوس على ابنه وتموته قدامه كده وهو شايفه كده وهو حزين. ترضى حد يعمل كده معاك؟ يجوعك ويضربك بالطوب ويضربك بالزلط ويدوسك بالعربية، ترضى؟ برضه نفس الكلام ما ترضوش لغيرك، حتى وإن كان غيرك ده حيوان، لأن دي نفس ربنا خلقها. بالله عليكم يا كل واحد مختص ويا كل واحد مسؤول بيسمعني، الناس دول فعلا لازم يتغلظ عليهم في العقوبة ويتخذ على أيديهم علشان يبقى عبرة لغيره، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. بالله عليكم توصلوا الكلمتين دول لغيركم، لعل واحد يكون بيعمل حاجة غلط فيبدأ ينتبه، يكون في ميزان حسناتك وميزان حسناتي. وصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.